أحسن المكونات الطبيعية التي تحارب وتقضي على الفاش. اخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. موضوع اليوم من بين أفضل الطرق للقضاء على الفاش، إذ يعتبر الفاش من أخطر الحشرات التي تصيب الطائر، والكثير من المربين من يعاني من الفاش لأنه يتكاثر بكثرة وينتشر في أرجاء القفص بكثرة، خاصة في مرحلة التزاوج وفي الأعشاش، وهو خطير وضار بالطيور. فسنستعمل الحلبة المطحونة ونقوم بتقديم الاستحمام للطائر بالماء مع الحلبة المطحونة. تعتبر الحلبة من أحسن المكونات الطبيعية التي تحارب وتقضي على الفاش. فكما تلاحظوا معايا في تقريبا هنا نصف لتر من الماء، نضع ملعقة كما تلاحظوا صغيرة مملوءة من الحلبة. تقوم بخلط الخليط جيدا حتى يتجانس. يعتبر هذا المحلول من أفضل المكونات الطبيعية التي تقضي وتحارب بها الفاش عند طيورك. تقوم بهذه الطريقة برش الطيور جيدا بهذا المحلول حتى يتبلل الطائر جيدا. تقدم الاستحمام بهذا المحلول للطيور سواء كانت مصابة بالفاش أو طيور غير مصابة بالفاش، حتى تمنع وتحارب الفاش عند طيورك وتبعده. أيضا ترش القفص جيدا خاصة في الأماكن التي يتكاثر فيها الفاش، وأيضا ترش الجدار اللي معلق فيه الطيور، ويعني أي مكان تشك بأن الفاش متكاثر فيه تقوم برشه بهذا المحلول.